قضت محكمة تطوان الابتدائية بإدانة اليوتيوبر أيوب الهيشو ب2 حبسا نافذا على خلفية منشورات تحرض على الهجرة السرية وبث ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية. وجاء قرار المحكمة على خلفية نشره لفيديو مدته أزيد من 3 دقائق صور في مدينة الفنيدق يتحدث فيه عن عملية للهجرة السرية ويحرض فيه على ذلك. واعتبرت النيابة العامة أن الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة دعوة للتحريض على الهجرة السرية، حيث تم توقيفه يوم السبت 12 غشت الماضي. وظهر اليوتيوبر ذو 23 عاما والذي يملك قناة يتابعه فيها أزيد من 83 ألف متابع، وهو يشجع على الهجرة ما جرى عليه المتابعة القضائية.